توفيت صباح اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 الفنانة القديرة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي عن عمر يناهز 93 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لأكثر من 7 عقود. أعلن خبر الوفاة الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عبر حسابه على الفيسبوك، فيما نعاها وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو مشيدا بإسهامتها الكبيرة في إثراء الحركة المسرحية والفنية في مصر والعالم العربي. رحلت سميحة أيوب بهدوء في منزلها بمنطقة الزمالك بالقاهرة، بعد أن اختارت في الأشهر الأخيرة الابتعاد عن الأضواء، مفضلة الراحة بعد رحلة فنية طويلة. وإليكم لمحة موجزة عن حياة الفنانة القديرة سميحة أيوب ومسارها الفني. توجت بلقب سيدة المسرح هي العظيمة سميحة أيوب. ولدت سميحة أيوب في حي شبرا في القاهرة، وبدأت حياتها الفنية في عام 1947 في فيلم المتشردة، وكان عمرها 15 عاماً. في عام 1949 دخلت سميحة أيوب المعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يده، وبالتوازي مع دراستها كانت تعمل في المسرح والسينما، فقدمت خلال فترة الخمسينيات العديد من الأعمال، وهي فيلم شاطئ الغرام في مطلع عام 1950، ثم شاركت في فيلم ورد الغرام، وذاعت نجوميتها في أوائل الخمسينيات، وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل عام 1953. عشقت الفنانة القديرة سميحة أيوب خشبة المسرح حتى صارت سيدة المسرح العربي بمسرحياتها المعروفة من سكة السلامة وبير السلم والعباسية والناس اللي في الثالث والخديوي والشبكة. وأيضاً حققت نجاحاً في السينما وقدمت أرض النفاق وفجر الإسلام ومجرم في أجازة. انضمت إلى المسرح القومي المصري وصارت مديرة له مرتين في الفترة ما بين عامي 1975 و 1989. تولت كذلك إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و 1975. بلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية. في التسعينيات كثفت النجمة سميحة أيوب تواجدها في التلفزيون، وقدمت أعمالاً هامة في تاريخ الدراما، منها الضوء الشارد، السيرة الهلالية، وسعد اليتيم. اللهم أنزل على قبور موتانا ضياء يؤنس وحشتهم وينور مضجعهم، وسعة في قبورهم، وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين.